حجج جماهير الكوره للعيبه اللي بيحبوك. انا يوسف التهامي العميد. من اكتر الحاجات اللي بتعصب الواحد وهو بيتفرج على كوره الحجج اللي الجماهير بتخترعها للاعبهم لما بيعمل ماتش كارثي او بيعمل غلطه كبيره. طب نفضل دايما نطبل له كده عشان ابننا ما بيغلطش، ده اللعيب المفضل بتاعي يا جدع، ازاي اطلع غلطان؟ مع انه لو كان لعيب تاني هو اللي عمل نفس الغلطه دي ما كانش سابه وطلع ومفيش حد كبير على الغلط، كل اللعيبه بتغلط وايام كتير ما بيبقوش في يومهم خالص. بس لو عايز تبقى شخص فير لازم تقول على الغلط ده حتى لو ده اكتر لعيب انت بتحبه في حياتك، لان في حجج واعذار بتطلع شكلك انت اللي وحش مش فاهم حاجه. ما انت لو مشجع كوره بجد عمرك ما هتحب اللعيب اكتر من مصلحه النادي، مع ان والله في ناس بتعمل كده بس عديها. بس من الحاجات اللي شفناها اخر فتره الحجج والاعذار اللي جماهير الشناوي ابتدت تطلعها له بعد الجون اللي دخل فيه في ماتش الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا. ناس قالت لك يا جماعه الراجل معذور، وقبل الفاول ما يتشاط عليه كان حاطط ايده على عينه عشان مش شايف من الشمس. والنبي يا اخوانا بلاش الحجج السعرانه دي، عشان حجه زي دي بتقلل من الشناوي، ما بتلتمسلوش العذر خالص خالص. حجه زي دي تبقى تروح انت تقولها لما تروح تقف جون مع اصحابك في نادي برشلونه اللي تحت الدائري، مش على لعيب دولي وكبير وكابتن مصر وحارس مصر الاول. ينفع كده؟ شمسي يعني هو ما بيتمرنش انا على الحاجات دي؟ انا معاك والله، عندي لعيبه كتير جدا قريبه من قلبي وما اقدرش اقول لها تلت التلاته كام، بس في نفس الوقت لما بيغلطوا رد فعلي بيبقى مع اللعيب ده في الموقف ده بالذات زيه زي اي لعيب تاني يغلط الغلطه دي، برغم ان الواحد بيبقى زعلان ان الغلطه دي طلعت من اللعيب ده، بس برضه بزعل منه على قد الموقف. بس برضه اللعيب ده ليه رصيد كبير عندي، ممكن ابلع له الزلط في حته وفي نفس الوقت اقسو عليه لو الغلطه دي خسرتني ماتش او دوري. وساعات كده بيني وبينك بدور على اي عذر حوالينه وبلبسها في اي حد جنبه عشان خاطر ما اطلعش اللعيب اللي انا بحبه وقلت عليه جامد ان هو اللي غلطان في الكوره دي. الحل من بعضه.